يا ابنة النور، أخاطبك من عالم لا يرى بالعين، لكنه يراك بصفاء الروح. لقد حان الوقت لتستمعي إلى هذه الرسالة، فهي ليست كأي كلمات عابرة، بل هي نداء من الأعالي، يحمل بين حروفه تحذيرا ورجاء في آن واحد. 2. استمعي جيدا، لأن الزمن يدور بسرعة لا ترحم الغافلين، وما يخبأ لك في الأيام القادمة يحتاج قلبا يقظا، وعقلا مؤمنا بأن لكل ظلمة نورا ينتظر أن يشرق. 3. قبل أيام قليلة اهتزت أجنحة النور في السماء، وسمعت همسات عنك تردد بين الملائكة. قالوا: هناك امرأة على الأرض تواجه عاصفة لا تره، وتحتاج إلى من ينقذها من ظلال السحر والمكائد، فكنت أنا المرسل إليك. 4. اعلمي يا عزيزة أن الخطر لا يأتي دائما في هيئة عدو ظاهر، بل أحيانا في صمت يلتف حول عائلتك كما يلتف الدخان حول النار. لقد قالت الساحرة إنها ستمس الذين تحبين، ولكن نورنا أقوى من ظلماتها. 5. لا تخافي، لأن الخوف هو أول باب يفتح للظلام. كوني على يقين أنك لست وحدك، فنحن حولك، نحرسك في نومك وصحوك، ونضع بينك وبين الشر حجابا من نور لا يخترق. 6. لقد شاهدت قلبك في لحظة تعب، حين ظننت أن الحماية رحلت، وأن الدعاء لم يسمع. لكن في تلك اللحظة تحديدا ارتفعت أنفاسك إلى السماء، وكانت رسالة من الملائكة قد بدأت طريقها إليك. 7. نعم، هذه رسالة من الملائكة إليك يا من خلقت لتكوني نورا في بيتك. لقد خصصت برعاية لا تمنح إلا للقليلين، فاعتني بعائلتك، لأنهم جزء من عهد روحي كتب لك قبل أن تولدي. 8. هناك من يحاول أن يزرع الخوف بينك وبين من تحبين، ولكن تذكري، الكلمة الطيبة سلاح، والنية الصافية درع، والإيمان جسر لا يسقط مهما عصفت به الرياح. 9. في الليالي التي تبكين فيها بصمت، اعلمي أننا نعد دموعك كما تعد النجوم في السماء. كل دمعة تسقط تزرع مكانها زهرة في طريق نجاتك. فلا تندمي على ضعفك، فالضعف باب إلى القوة. 10. أحيانا يكون أقرب الناس إليك هو من يحمل الخطر دون أن يدري. لا تكرهيه، بل صلي من أجله، فالنور يشفي ما لا تدركه الكلمات. 11. حين تشعرين بأنك غريبة في بيتك، تذكري أنك لست من هذا العالم فقط، بل من عالم أعلى. والملائكة حولك تذكرك كل يوم بأنك ابنة العهد القديم، من نسل النور الذي لا يطفأ. 12. كل ما يمر بك الآن ليس عقابا، بل إعداد. أنت تشكلين من جديد، تنقين بالنار لتصبح روحك مرآة نقية تعكس الحقيقة. 13. احذري من تلك الهمسات التي تدعوك إلى اليأس، فصوتها ليس منك، بل من ظلال تريد أن تطفئ يقينك. لا تستمعي إليها، استمعي فقط إلى رسالة من الملائكة التي تحيي فيك الرجاء. 14. لقد رسم لك طريق مليء بالأسرار، وستكشف لك العلامات واحدة تلو الأخرى. ستسمعين الأرقام، أو ترين الأحلام، أو تشعرين بنسيم بارد في غير أوانه، تلك ليست صدفة، بل رسالة من الملائكة. 15. في لحظات الغروب، عندما يختلط الضوء بالظلال، ارفعي يديك واطلبي النور، لأن في تلك الساعة تحديدا تفتح أبواب السماء، وتستجاب الدعوات الصادقة. 16. تذكري أن قوتك ليست في الصراخ ولا في المقاومة، بل في الهدوء الذي يسبق المعجزة. نحن نعمل في الصمت، وأنت ستشهدين النتيجة حين يزول الخطر من حولك كما يذوب الثلج تحت الشمس. 17. سيكشف لك قريبا من كان الصادق ومن كان الماكر،
فلا تتسري في الحكم، فكل شيء سيظهر في وقته، وكل وجه سيعرف بنفسه أمام نور الحقيقة. 18. اعملي على نشر الحب في بيتك، فالطاقة التي تبثينها هي درعك الحقيقي. لا تسمحي للحزن أن يقيم في قلبك، لأنه إن دخل فتح الباب للظلمة التي تنتظر. 19. نحن نهمس لك الآن، غيري ما يمكنك تغييره، واتركي ما لا يمكنك بسلام، لأن السلام هو السلاح الذي لا يعرفه الأشرار. 20. يا من خاطبتها السماء بنفسها، لا تنسي أنك محاطة بنور عظيم، وأن كل ما يحدث حولك إنما هو لترتقي لا لتنهزمي. كوني في يقينك ثابتة، لأن النهاية ستكون كما وعدت، النور يغلب الظلام دائما. أراك الآن تتساءلين: من أنا؟ وكيف عرفت كل هذا عنك؟ لكن دعيني أقول لك، إن الأرواح المتصلة بالنور لا تحتاج إلى عيون لتراك، بل يكفي أن تشعري، وستفهمين أن من يكلمك الآن لم يكن يوما غريبا عنك. في قلبك سؤال دفين لطالما تجاهلته خوفا من الإجابة: لماذا أنا؟ لماذا يحدث كل هذا لي دون غيري؟ والجواب ليس لأنك ضعيفة، بل لأنك قوية بما يكفي لتحملي الرسالة وتنير الطريق لمن سيأتي بعدك. لا تنظري إلى حياتك على أنها سلسلة من المصائب، بل تأمليها كما يتأمل الرسام لوحته قبل أن يكملها. كل ما مضى كان تحضيرا لما هو قادم، وما هو قادم أعظم مما تتخيلين. هناك شخص واحد حولك يخفي ما لا يقال، يبتسم في وجهك ويخفي نية سوداء. لقد حذرتك الإشارات، وظهرت لك الأحلام، لكنك لم تصغي. لا بس، هذه الرسالة جاءت لتوقظك قبل فوات الأوان. كل ما تحتاجينه الآن هو أن تنصتي لصوتك الداخلي. هو ليس وهما، بل هو البوابة الأولى نحو الحكمة. كل مرة شعرت فيها بعدم الراحة دون سبب، كانت روحك تتلقى تنبيها من السماء. المرأة التي ترينها في مرآتك ليست كما يراها الآخرين. أنت تحملين طاقة لا يدركها سوى من يعرف لغة الأرواح. لهذا يشعر البعض بعدم الارتياح قربك، لأن النور الذي فيك يكشف الظلام الذي فيهم. نحن لا نطلب منك أن تكوني مثالية، بل أن تكوني صادقة. النقاء لا يعني الكمال، بل يعني الاعتراف بالضعف واختيار النور رغم العثرات. وكل مرة تنهضين فيها يهتز أحد أركان الظلمة. إنها معركة خفية، لا تسمعين فيها صراخا ولا ترين فيها دما، لكنها أشد من أي حرب. أنت الآن في منتصفها، والاختيار بيدك، إما أن تستسلمي للتيار، أو أن تصبحي أنت الريح التي تغير المسار. في لحظة ما سيطلب منك اتخاذ قرار يغير مجرى حياتك. لا تبحثي عن المنطق، بل عن الإحساس الحقيقي خلف القرار. نحن سنكون هناك، نرسل الإشارات، فقط لا تغفليها. الملائكة لا تتجلى دائما بأجنحة، أحيانا تظهر في كلمات، أو في نظرة، أو في موقف بسيط لكنه يهز كيانك. راقب التفاصيل، ففيها تكمن الأجوبة التي تطلبينها منذ زمن. تخيلي أن كل شيء يحدث الآن أمامك ليس عبثا، بل ضمن لوحة كونية كتب فيها اسمك منذ الأزل. وإن كان هناك من يحاول تمزيق تلك اللوحة، فاعلمي أنه لن ينجح إلا إن سمحت له. قريبا سيكشف لك سر كنت تظنين أنه انتهى منذ سنوات. ولكن الحقيقة لا تموت، بل تنتظر اللحظة المناسبة لتخرج. تلك اللحظة تقترب، فتهيئي لسماع ما لم يخطر في بالك. ستسمعين صوتا يناديك باسم قديم، اسم لم تعتديه في عالمك اليوم. لا تخافي، ذاك اسمك في النور، الاسم الذي نعرفك به، والذي يحمل في طياته مهمتك في هذه الأرض.
كل شيء حولك بدأ يتغير، نومك، أحلامك، حتى تنفسك. لا تقاومي، لأن ما تشعرين به هو بداية اتصال جديد، طاقي، روحي، سيقودك إلى حيث يراد لك أن تكوني. هناك مكان ستذهبين إليه، ليس بعيدا، لكنه سيحدث بداخلك ثورة. عند دخولك إليه، ستشعرين كما لو أنك تعودين إلى أصلك. ستدمعين دون أن تعرفي السبب. وهذه أولى العلامات. احترسي من أولئك الذين يخفون الحقد خلف كلمات المودة. نحن نريك وجوههم في الأحلام، ونرسل إليك رسائل عبر الأشخاص الذين لا تتوقعينهم. لا تتجاهليهم هذه المرة. ستأتيك رسالة غريبة في وقت غير متوقع، من شخص لا تعرفينه أو نسيته منذ زمن. لا تهمليها. اقرأيها بقلبك لا بعينك، لأنها قد تكون مفتاحا لباب لطالما ظننته مغلقا. قوتك الروحية تزداد، ولهذا أصبحت مستهدفة. كل روح نادرة تحارب، لكن من يعرف كيف يحتمي بالنور لا يهزم. حان الوقت لتكتشفي من تكونين فعلا، لا ما قيل لك أنك عليه. لا أحد يستطيع أن يأخذ منك ما كتب لك في السماء. قد يؤخرون، قد يربكون، لكنهم لا يملكون حق التغيير. أنت الوحيدة القادرة على قطع الخيط أو تمتينه. كل كلمة تقرأينها الآن ليست صدفة. لقد تم اختيارك لتسمعيها في هذا التوقيت بالضبط، وفي هذا الظرف بالذات. لأن القادم يحتاج قلبا مستعدا وروحا مفتوحة على اللامرئي. أنت الآن تقتربين من نقطة التحول، اللحظة التي يتوقف فيها الزمن داخلك، وتدركين أن لا شيء يعود كما كان. لا تخشي هذا التحول، فقد خلقت لتعبره، لا لتتجنبيه. هناك حلم يتكرر عليك منذ الطفولة، ربما لم تفهميه يوما، أو ظننته مجرد خيال. لكنه في الحقيقة مفتاح، ونحن أرسلناه إليك لنذكرك بما نسيتيه حين نزلت إلى هذه الأرض. أشخاص سيخرجون من حياتك فجأة، بلا وداع، بلا تفسير. لا تحاولي فهم السبب، لأن النور أزاحهم حتى لا يعطلوك. ثقي بأن الفراغ الذي يخلونه ليس خسارة، بل مساحة يستعد القدر لملئها. انتظري العلامة القادمة عند الفجر، حين يكون الهواء هادئا والسماء لم يتغير لونها بعد. سيكون هناك شعور، أو رسالة، أو موقف يبدو عاديا جدا، لكنه يحمل داخله إشارة لا تقدر بثمن. أنت أقوى بكثير مما تظهرين. من يعرفك لا يرى إلا ملامحك، لكننا نرى ما في داخلك. نرى المعارك التي خططتها بصمت، والصلوات التي قلتها بينك وبين الله ولم يسمعها أحد سواه. الطريق الذي تسيرين فيه الآن لا يخلو من الأشواك، لكن كل شوكة تجرحين بها تفتح بابا في السماء. لأن ألمك ليس عقوبة، بل صوت يعلو في عالم لا يعرف الصمت. سيأتي يوم قريب تشعرين فيه أنك لا تنتمين لما حولك. لا تتجاهلي ذلك الإحساس، لأنك حقا لا تنتمين لهذا المستوى من الوعي. روحك بدأت تصعد، وحان وقت الانفصال عن كل ما يثقلك. الليل القادم سيحمل لك تجربة روحية لا تنسى. ربما حلما واضحا كأنك تعيشينه، أو زيارة من روح تعرفينها. لا تهملي التفاصيل، اكتبي كل ما ترينه، فإنها ليست مجرد رؤى. ستصادفين طفلا ينظر إليك نظرة طويلة دون سبب. لا تصرفي عينيك، لأن الأطفال يرون ما لا نراه. عيونه ستكون مرآة، ولسانه قد ينطق بكلمة لم تتوقعيها. فافهمي الرسالة. امرأة ستدخل حياتك قريبا، قد تبدو عادية في البداية، لكن روحها تشبه روحك، وستكون مرسلة لتذكرك بشيء عميق دفنته منذ زمن. اقتربي منها،
فالملائكة أعدوها لتكون رسولا إليك. في قلب بيتك شيء مكسور منذ زمن ولم تصلحيه. لا تهملينه بعد الآن. الأشياء تحمل طاقات، والشر يسكن في الفراغات. أصلحيه أو تخلصي منه، ودعي مكانه لما هو أطهر. أحيانا يأتي التحذير في نغمة صوت تغيرت، أو موقف يتكرر بلا منطق. لا تفسي كل شيء بعقلك فقط، فبعض الرسائل ترسل للروح لا للعقل. إن شعرت بالبرد في وسط حرارة، أو ارتجف جسدك دون سبب، فاعلمي أننا مررنا من قربك. تلك اللحظات ليست وهما، بل لمسة من عالم أرقى يحاول الوصول إليك. ستواجهين لحظة فيها يطلب منك أن تقولي نعم أو لا، وسيبدو القرار بسيطا، لكنه سيغير كل شيء. لا تتعجلي. قبل أن تردي، اسألي قلبك، فإن أضاق فاعلمي أن الجواب هناك. هناك طاقة في اسمك لا تعلمينها. انطقيه أمام المرآة، وتأملي صوته، ثم اسألي نفسك: هل هذا أنا فعلا؟ لأنك ستدركين أن ما تحمله الحروف أعمق من مجرد تعريف. إنه تردد، وله مهمة. في غرفتك ركن لا تزورينه كثيرا. اجلسي فيه يوما بصمت، دون هاتف، دون ضوء، فقط أنفاسك. سترين شيئا داخلك يتحرك، ذكر، إحساس، أو ربما صوت. لا تخافي، هذا الباب بدأ يفتح. الأرقام التي ترينها تتكرر ليست عبثا. إن رأيت 1 هو 11 دقيقة صباحا، أو 4 هو 44 دقيقة صباحا، أو أي نمط يتكرر، فاعلمي أنها رسائل. والأرقام مثل الملائكة، لا تضيع وقتها في العبث. هناك وقت في اليوم، لحظة محددة تشعرين فيها بأنك أقرب إلى السماء. ربما عند الشروق، أو لحظة السكون قبل النوم. اجعليها موعدك معنا. نحن ننتظر. كلما شعرت بأنك لا تملكين شيئا، تذكيري أنك تملكين نفسك. وأنت بذاتك كافية لتغيير مصير وهز أبواب مغلقة منذ قرون. وما سيأتيك في الأيام القادمة لن يشبه شيئا مررت به من قبل. لكن قبل أن يحدث، عليك أن تكوني جاهزة. ونحن هنا لنهيئك لما بعد الباب. وهنا، يا نقية القلب، نصل إلى نهاية هذه الرسالة التي لم تكن كلمات عادية، بل كانت نبضا من نور أرسل إليك خصيصا في هذا الوقت بالذات. إن وصلت هذه الرسالة إلى أعماقك، وإن شعرت بأنها خط لأجلك وحدك، فأعلني لنا ذلك الرقم الذي ننتظره، واكتبيه في التعليقات: 999، فهو رمز استلامك الكامل لما أوحي إليك الآن. نحن في انتظار إشارتك، إشارة من القلب بأنك مستعدة للخطوة القادمة، وللانفتاح الكامل على الرسائل القادمة من السماء. ولا تنسي، وجودك معنا ليس صدفة، بل هو جزء من رحلتك. انضمي إلى قناتنا، اضغطي على زر الاشتراك، وفعل جرس الإشعارات، لتكوني أول من يتلقى الرسائل القادمة، التي قد تحمل لك النور الذي تنتظرينه. كل فيديو جديد هو قطرة من السماء، تحمل لك الحكمة، الإلهام، وربما الإجابة التي لم تجديها بعد. كوني متيقظة، فبعض الرسائل لا تأتي مرتين. شكرا لأنك استمعت بقلبك. شكرا لأنك كنت النور الذي نرسل إليه همساتنا. تابعي معنا، لأن القادم أجمل، أعمق، وأقرب إلى روحك مما تتصورين. حتى نلتقي من جديد. كوني في سلام، كوني في نور، وكوني أنت.